اهلا وسهلا حبيباتي، نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال واحسن الظروف وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا غادي نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. اليوم جيت نحضر معكم واحد الخبيزات اللي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا هنايا في الفيديو. هذا غادي نقسمهم بواحد الزرارع اللي لذاذ ورائعين، يعني متوفرين في اي منزل. غادي نحضرهم بهذا الشكل هذا اللي غادي ندير لهم الفوق الفرماج المثلث وندير لهم دوك الزويتينات ونشربوهم ان شاء الله مع كويس ديال اتاي اللي كيجيو لذاذ رائعين في المذاق. توجديهم للوليدات، توجديهم لراسك، توجديهم للعائله، لحبابك ولضيوفك. نتمنى الفيديو تاع اليوم يعجبكم وندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنا كما كتشوفوا معايا عندي واحد دانون مسوس، دانون طبيعي اللي غادي نخويه في هاد البسينه هادي. وغادي نزيد عليه كاس ديال الحليب ديال دانون. بنفس الكاس غادي نعبر العبارات اللي خاصني نعبر. غادي بنفس الكاس غادي نعبر كاس ديال الحليب، وغادي ندير فيه الخميره نتاع الخبز او الخميره الفوريه. غادي نديرها في هذا الكاس الماء دافي، عفوا في هذا الكاس ديال الحليب دافي باش تذوب، ومن بعد غادي نخويها على داك دانون مسوس. عندي معلقه ديال سكر سنيده، وغادي نخوي الحليب اللي درت فيه بعد ما خليته واحد شويه في الماء عفوا في الحليب دافي. وهانتوما كما كتشوفوا معايا غادي ندوب ديك الخميره. كندير معكم وصفات، كنحاول انني ندير معكم وصفات اللي هي اقتصاديه، يعني ماشي ما كتكلفش بزاف مع هاد الغلاء اللي كاين وهاد كثره الغلاء. كلشي غلا وكلشي بنادم كيولي يقلب على شي وصفه اللي هي يوجدها لوليداتو اللي هي تنقى مرخصه. هنا درت الزرارع، درت الجنجلان، السانوج والنافع وحبه حلاوه والبسباس. غادي نخلطهم مزيان. وغادي دابا ندير الدقيق على حسب داك الخليط اللي عندنا. خص العجينه تجي شويه دايره شويه مطلوقه. خوت الزلافه الاولى وغادي ندير 2 خميره كيماويه ديال 8 غرام. بالنسبه للناس اللي ما كتفهمش غادي نقول 2 خميره كيماويه ماشي 2 خميره كيماويه. هنا غادي نزيد واحد زلافه اخرى تاع الدقيق، بطبيعه الحال غربلته. وهنا غادي نبقى نخلط. جمعت الاخر البيجاما، ما تديوش البيجامات الحمر الخضر القهوي البرد. بنادم راه غير يلبس ويشوج كاع الالوان، المهم يسخن. هنا نسيت شويه ديال الملحه، غادي نديرها معكم تتفكرتها. وغادي نجمع الدقيق كما كتشوفوا معايا. غادي نجمع الدقيق، غادي نحاول نخليه شويه مطلوق. انا غير كنجمعو، ما هو ما يحتاجش نهائيا انك تدلكيه ولا انك
غادي نجمعو على هذا الشكل هذا، وغادي نخليه يخمر واحد 30 دقيقة او لا، نخليه يختمر. كما كتشوفوا معايا هنايا، شوفوا القوام ديالو كي كيجي على هذا الشكل هذا. نتوما حاولوا انكم تجمعوه صافي، لا داعي انكم تدلكوه، ولا غير انا راني بغيت نعطيه شي بنيات، ما هو ما كيتدلكش، مع فيه دانون مسوس والاخر كيجي بوحدو كيجي هشيش. هنا غادي نخليه، غادي نسد عليه وغادي نخليه يختمر واحد شويه، وغادي ندوز باش نقرصه خبيزات صغار. هنا وجدت معكم الفرماج المثلث، الفرماج اللي كناكلوه اللي كندهنوه في الخبز. غادي نقطعوا على هذا الشكل مربعات صغيره، والزيتون نقطع. وهنا بعد ما اختمر غادي نخرج منه داك الهواء، وغادي نبقى ندير كويرات اللي هما صغيورين. شفتوا كما كتشوفوا معايا العجين كيلصق في اليد، خصو ضروري يكون يلصق في اليد باش يجيكم هشيش ويجيكم رطب ويجيكم زوين. كندهن يديا بالزيت وكنكور كويرات صغار وكنحطهم في داك الصني اللي غادي ندخلو الفرن تاع الغاز. ولا بغيتو تدخلوه الفرن تاع الضو تقدروا تدخلوه الفرن تاع الضو. دائما كنسخنوا الفران وكنشعلوه من التحت حتى كيطيب وكنهبطوه. غادي ندير واحد البيضه اللي غادي نضربها مزيان، وناخذ واحد البانسو نخليها جانبا. ومن بعد غادي نقرص هاد الخبيزات. غادي نبقى ندير يديا في الزيت باش ما تلصقليش العجينه في يديا، ونبقى نقرص هاد الخبيزات هادو على هاد الشكل هذا. كنكمل التقراص على هاد الشكل هذا. كيبان لكم يعني الحجم ديال الخبيزات. وغادي نخليهم يختمروا للمره الثانيه، عاد غادي ندخلهم الفران ندهنهم بالبيض. غادي ندير الفرماج وندير الزيتون. بعد غادي نجيب نفس الزرارع اللي درت في وسط العجين، غادي ندردرو من الفوق. وغادي نخليهم يختمروا. ها نتوما شوفوا معايا، ونخليهم يختمروا ونولي ندخلهم للفرن. هنا راني ندير لهم دوك الزرارع اللي قلت لكم تاع اليانسون، عفوا تاع حبه حلاوه والسانوج والجنجلان والنافع والبسباس نفسهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالنا، كيجيو على هذا الشكل هذا. يجيو ولدات رائعين، مذاقهم لا يوصف، رائعين في المذاق، زوينين ما تشبعوش منهم. هانتي يا لاله جبت لك وصفه اللي هي سهله مهله مع هذا الغلاء ديال المنتوجات اللي راهم كلشي غلا، كلشي شمري لي على دراعك
ونوضي ديري لي هاد الوصفه هادي وجدي غوتي لوليداتك اللي هو رائع ولذيذ واقتصادي، وفرحي لي الوليدات وفرحي لي راسك انت الاولى قبل الوليدات، لانه انت اللي كتعبي وانت اللي يعني كديري واحد المجهود. وشكرا لكم، والى فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسونيش حبيباتي من البارطاج، ابوني وواحد جيم فضلا وليس امرا، باش القناه ديالي تصلح الناس اللي ما كتعرفنيش وتتعرف عليا ان شاء الله، وتكبر القناه ديالي ونعطيكم المزيد من الوصفات ان شاء الله. شكرا لكم والى اللقاء.